نداء استغاثة وصل لي من شوية، الحق بالقالب بيولع. لو سمحت انا كنت صابه قالب على شكل قلب، اللي هو فيه ورد مجفف. فجاه لقيت القالب بيولع، ودخانه كتير طالعه جدا. دخانه كتير طالعه وسخونيه عاليه جدا، فمش عارفه ايه اللي حصل بصراحه يعني. المهم ان هو القالب باظ والريزم باظ والدنيا كلها باظت، فكنت عايزه اعرف بس ايه السبب اللي خلاه اعمل كده. طيب انا هقول لك دلوقتي ايه السبب وايه الحل، بس مبدئيا لازم تبقى عارف ان انواع الريزن كتيره جدا جدا جدا. اي نوع لازم تسال عن الداتا شيت بتاعته، انت ما ينفعش تشتري اي نوع وخلاص وتبدا تشتغل بيه. احنا في الكورسات الاوفلاين او الكورسات المسجله اللي عندنا، واللي خد الكورسات ديت عارف احنا بنتكلم كتير جدا عن انواع الريزن وايه الخيارات اللي بتبقى متاحه قصادك عشان تشتغل بالريزن. فمن ضمن الانواع اللي بتبقى موجوده اللي اسعارها رخيصه شويتين، بتبقى انواع مخصصه للصب البسيط او الغير عميق. بمعنى ان بعض الانواع مش مجهزه ان هي تتصب اكتر من عدد سنتيمترات معينه. وانت لما بتيجي تشتري ريزن بيقول لك الريزن ده جاهز ان هو يتصب 5 سنتيمتر مكعب او 11 سنتيمتر مكعب كاعلى معدل تقريبا موجود في السوق للصبه الواحده. فالسبب هنا ان الريزن اللي هي استخدمته غير مجهز للصب العميق. هي استخدمت قالب تقريبا عمقه 5 سم، والريزن اللي هي استخدمته ما ينفعش يتصب اكتر من 2 سم او سنتي في المره الواحده. طبعا للاسف مفيش اي حل للي حصل دوت، ولازم ترمي القالب بالريزن اللي جواه وربنا يعوض عليها. ولو عايز بقى تعرف نصايح اكتر عن الريزن او الهاند ميد عموما، اعمل لنا فولو، هتلاقيني بقول لك كل يوم نصيحه تستفيد منها جدا في وقت من الاوقات.